قضايا إفريقية كبرى، وهناك أسئلة إفريقية لا تزال حارقة، وربما رمزها في هذه الحالة. طيب هناك من يعلق ربما نكهة ومتعة كرة القدم. طيب أنت تشير إلى الجانب الإيجابي من هذه النقطة تحديدا، وهذا شيء جميل جدا، لكن هناك من يقول مثلا إن المغرب كان عليه أن يكون مدركا للتحدي الذي يشكله أو تشكله استضافة دورة إفريقية قارية بهذا الحجم، أن يكون على قدر من الوعي والانفتاح، ولا سيما أن يكون صدره رحبا بالنسبة للانتقادات. ثم ما شاهدناه مثلا هو أنه تم تصفير النشيد الوطني المصري بعد انتقادات حسام حسن، وهنا كان هناك عتب على بعض الجماهير المغربية. تعليق من السيد عزيز دودة قبل العودة إليك سيد محمد الجويلي. أولا هل حدثت أشياء من الجماهير المغربية يعني من غير ما حدث مع المدرب المصري، مش مع الفريق المصري، مع المدرب المصري اللي يعني قام بعمليات استفزازية للجماهير. هذوك شباب أطفال يمكن في الملاعب، يعني ما يتقبلوش يعني استفزاز من طرف واحد مسؤول مربي مدرب هرم في كرة القدم المصرية. لم يكن يتوقعوا بذلك، لأن في بداية الدوري كان الجمهور في أكادير يشجع الفريق المصري قبل أن يقوم المدرب باستفزاز الجمهور. فالجمهور يعني اعتبرها كإهانة له، رغم أنه قدم تشجيعات كبيرة ومساندة كبيرة للفريق المصري في البداية، ولكن انقلبوا عليه لأنه هو انقلب عليهم. يعني هذه صبيانيات، حقيقة صبيانيات أن يقوم مدرب في مستوى مدرب فريق وطني بصبيانيات من هذا النوع لاستفزاز الجماهير. والقانون الدولي يمنع من استفزاز الجماهير بالنسبة للأطر اللي تكون موجودة على البساط. طيب سيد محمد جويلي، رأيك في هذه النقطة تحديدا؟ هنا لابد أن نحدد المسؤوليات في تنظيم مثل هذه النسخ. هناك مسؤولية الدولة، مسؤولية الاتحادية المغربية لكرة القدم والدولة المنظمة، هذا ما يسمى بالتمثيل الرسمي. هذه لها مسؤولية مهمة جدا أمام العالم، أمام الفيفا، أمام الدول الأخرى المشاركة. ولكن هناك في وجه آخر هناك الجماهير المناصرون، لكن المناصرون لا يمكن التحكم فيهم، لا يمكن، هم خاضعون للتأويلات وإعادة التأويل، وهذه نكهة المناصرة. إذا لم تكن هناك مثل هذا الشغف وربما هذا العنف الرمزي المتبادل في حدود معينة طبعا، تفقد كرة القدم نكهتها. ففي اعتقادي أنه لا يجب أن نقف كثيرا عند هذه المسألة، نقف أساسا عند حسن الاستقبال، نقف أساسا عند البنية التحتية، عند الأمطار الغزيرة التي نزلت خلال المباريات، ولكن الملاعب صالحة 100%. يعني الجو العام تقريبا، المزاج العام في المغرب حسب شهادات أصدقائي الذين ذهبوا هناك كان مزاجا عاما مريحا جدا. واعتقد هذا هو كرة القدم، إلى جانب الرسائل التي مثل رسالة باتريس لومامبا. ولكن هناك زاد في نفس الوقت كرة القدم تكشف لنا معناها لي تونسيون نتاعنا، تكشف لنا مشاكلنا، تكشف لنا نوعا ما نقاط ضعفنا. أهمها هو مسألة النقد الذاتي. يعني دائما فكرة المؤامرة لا تزال حاضرة عندنا في وعينا، في أذهاننا. دائما نلقي اللوم على الآخرين، لا نتحمل مسؤولياتنا، لا نطور الفكر النقدي بطريقة أنه لوتوكريتيك، معناها هو اللي تحس أنه ناقص بشكل كبير. وهذا طبعا كرة القدم ممكن تساهم فيه. فكرة أخرى نعتقد أنها مهمة، وهذا حان ربما معناها نحتاج إلى التفكير فيها، هو أنه في مثل هذه النسخ أنا تمنيت مثلا أنه في المغرب، يعني ما عنديش المعطيات كاملة، ولكن تمنيت أنه يكون إلى جانب التظاهرة الكروية هناك مثلا تظاهرة في العلوم الإنسانية والاجتماعية حول دور كرة القدم، حول ما يسمى بديكولونيالية كرة القدم الإفريقية، التفكير في أسلوب اللعب الإفريقي من خلال مقاربات العلوم الإنسانية والاجتماعية، يعني يكون هناك معارض موازية، فنون تشكيلية، موسيقى إلى غير ذلك. طيب هذه النقطة التي تشير إليها لا أدري أنه في المغرب تدفعني لطرح سؤال يعني أعتبره مهما سيد محمد الجويلي. يعني فقط وضحها الفكرة للنهاية، أنه تنفتح كرة القدم ومنظمو كرة القدم والاتحادية والمغرب الذي ينظم، وربما ينظم في مناسبة قادمة كأس الأمم الأفريقية، أنه تكون الجامعات
الجامعات المغربية وغيرها، ويكون ثم ندوات علمية حول دور الرياضة، حول دبلوماسية كرة القدم، أنه يأخذ المختصون هذه نقطة غاية في الأهمية، التفكير في لعبة كرة القدم كظاهرة اجتماعية كلية. هذه النقطة غاية في الأهمية، دبلوماسية كرة القدم وترسيخ المغرب كدولة في محيطها القاري والإفريقي. هل نجح المغرب في هذا الرهان سيد عزيز دودة في هذه النقطة تحديدا، ترسيخ المكانة الإفريقية؟ أنا أشكر اسمعني. اولا اريد ان اشكر السي محمد على ما ورد في تدخلي في الاخير لما تكلم عن الجامعات. هناك جامعات مغربيه نظمت عده ندوات، انا شخصيا شاركت في عده ندوات، مع الاسف لم تحظى بالتغطيه الاعلاميه الدوليه، يعني كانت تغطيه اعلاميه وطنيه، وكانت عده انشطه ثقافيه مهمه جدا وحوارات حول يعني في مجالات علميه دقيقه متعلقه بكره القدم بما فيها العلوم الانسانيه الى اخره. يعني كانت جامعات مغربيه قامت بهذا الواجب، ولكن مع الاسف ان التغطيه الاعلاميه لم تكن في المستوى حتى يستفيد عدد اكبر. بالنسبه لافريقيا، احنا متعودين في افريقيا مثلا في الانباء، وانتم في فرنسا 24 يعني اكثر منا. هل شاهدتم انتخابات في افريقيا خرجت فيها المعارضه او من انهزم يعني قابلا للنتائج؟ لم يسبق هذا في افريقيا. يعني هذه المظلوميه، وهذا يعني من المسائل. والسي محمد تفضل. لكن سيد عزيز دودة، عفوا على المقاطعه، كعالم مختص في صحيح، هناك يعني كنا نتحدث عن دبلوماسية كرة القدم، وبعد ما حصل أمس بعد هذا التشويش، بعد هذه الانتقادات، هناك من بدأ يقول من المغاربة لا نريد عربا ولا نريد أفارقة، يعني وكأنه ما كانت تطمح إليه هذه الكأس. لحظة غضب، شوف، لحظة غضب يمكن شعبية، يمكن هناك شباب يعني بكثرة الغيظ اللي حسوا به يعني والاحتقار، لأن اعتبروا ناسهم أن مثلا الجمهور السنغالي احتقرهم البارح الوقت اللي كسر في الملعب ويعني وقام بأعمال شغب. طيب ألا تعتبر بأنه الهدف الأول والأسمى لكأس الأمم الإفريقية، وهي التحام المغرب بمحيطه الإفريقي، لم يتحقق على الأقل بعد ما حصل أمس؟ بالعكس، حصل هناك تباعد. أول ما صدر اسمحي لي سيدتي، عفوا نكمل الجملة. تفضل، عفوا عن المقاطعة. أول ما صدر هي رسالة من صاحب الجلالة نصره الله إلى الفريق وفي التهنئة اللي هنأ فيها الفريق على وصوله للمقابلة النهائية، تكلم عن جذور المغرب الإفريقية. نحن واثقون ومتشبتون بجذورنا الإفريقية، وهذا لا محيد منه، يعني جغرافيا تاريخيا بشريا نحن أفارقة. ثانيا ما حدث من بعد أن وزارة الخارجية السنغالية أصدرت بلاغ تهنئ فيه المغرب وتشكر المغرب، وبين السطور هناك اعتذار، هناك اعتذار لما حصل. يعني ما أظن أن مقابلة في كرة القدم ولو كانت نهاية كأس إفريقيا ستحد من العلاقات، من قيمة العلاقات الوطيدة والقوية للمغرب كدولة وكشعب مع الشعب والدولة السنغالية وما باقي الدول الإفريقية، وحتى الدول اللي عندها صراعات مع المغرب. جنوب إفريقيا شفنا كيفاش وزير، يعني تتكلمون على الدبلوماسية، وزير الرياضة في جنوب إفريقيا يعني مجد يعني أدلى بتصريحات أكثر من رائعة في حق المغرب، واعتذر على ما صدر من مدرب الفريق اللي كان يمكن قال كلمات جارحة بالنسبة للمغرب. يعني أظن أن هناك إجماع أن هناك نجاح، وأن جميع الدول المشاركة بما فيها السنغال رسميا عن طريق بلاغ لوزارة الخارجية رجعوا لديارهم يعني فرحين ومبسوطين مما قدمه المغرب، مما قدمه الشعب المغربي والسلطات المغربية والمنظمين. أذهب إلى السيد محمد الجويلي. كنت تتحدث قبل قليل عن نقطة هي الديكولونيالية، وأنت ربما مختص في هذه المنطقة تحديدا فيما يخص بكرة القدم، لكن عندما نتابع هذه الكرة هناك تعليق يقول بأن هذه أكثر نسخة أوروبية لكأس الأمم الإفريقية. أين الديكولونيالية أيضا؟ لا هذا خطاب اعتقد خطاب ديكولونيالي
لماذا؟ لأنه المرجعية هي مرجعية أوروبية أخذها المتدخل. أنا أعتقد هذه أفضل نسخة إفريقية. هذا الذي في اعتقادي، هذا الذي يجب أن نقوله، وأن المغرب هي التي أدخلتنا إلى إفريقيا. يعني على الأقل أعطتنا أنه بإمكاننا يسوي كان، يعني ممكن نستطيع أنه في إفريقيا بلد إفريقي مثل المغرب يستطيع أن يعطي نسخة إفريقية، ولست مضطرا أن أرجع أن تكون مرجعيتي في هذه أوروبا. وهذه الديكولونيالية التي أبحث عنها وأتساءل عنها من خلال الأبحاث التي أقوم بها، وأدعو كل المتتبعين المغاربة على الأقل يتابعونا الآن في الجامعيين أنه ننخرط في هذا المشروع، مشروع يعني ديكولونيالية كرة القدم الإفريقية، بمعنى إرجاع كرة القدم إلى إفريقيا، إلى أسلوب اللعب الإفريقي، إلى الهوية الإفريقية، إلى التنظيم الافريقي، الى الاكاديميات التي يتم استغلال فيها شباب واطفال. هنا المفارقه سيد محمد الجويلي، هنا المفارقه سيد محمد الجويلي. في نفس الوقت عندما نرى احداث شغب، عندما نرى اعمال عنف، نقول هكذا يتصرف الإنسان الإفريقي، نريد تقدما، لا نريد مثل هذه المشاهد. ثم الآن تقول أنت نريد أن نعيد كرة القدم إلى حضن القارة الإفريقية، علما أن المنتخبات، حتى هذه المنتخبات الإفريقية لديها محترفين كثر يلعبون في أوروبا أو مزدوجي جنسية. فهنا نتحدث عن ربما نسخة أوروبية أكثر من سابقاتها. لا، ممكن ارجاع مسألة اعطاء قيمه في فكره مثلا الشان التي تشتغل بدوره تشتغل بكره القدم الافريقيه، انه نقوي كره القدم الافريقيه. مهم الانفتاح على العالم وعلى اوروبا، ولكن ان تكون لنا مرجعيه افريقيه في هذا المجال، في اسلوب اللعب، في التعامل، خاصه في مساله اسميها في بعض الاحيان تجاره المتاجره بالبشر، لانه الذين وصلوا هم قلة كبيرة الذين وصلوا إلى أوروبا وهم من أصول إفريقية بشكل عام، لكن هناك أغلبية من الذين تم إحباطهم والذين رجعوا إلى قراهم وإلى مدنهم محبطين وتم استغلالهم إلى غير ذلك. هذا لابد أن نفكر في هذه المواضيع، نفكر في مواضيع أخرى. في مسألة الحوكمة مهم جدا، حوكمة النوادي وحوكمة الجامعات والاتحاديات. يعني وقت البرنامج انتهى. لدي سؤال لكما إن طلبت منكما نسبة لنجاح هذه الدورة من كأس الأمم الإفريقية بالنسبة للمغرب، ما هي النسبة سيد عزيز دودة؟ أنا أظن على الأقل 95%، مع الإشارة أن مدربين الفرق اللي وصلوا للأطوار النهائية من الثمن كلهم أفارقة، وأن اللاعبين طبعا هناك لاعبين مزدادين خارج القارة، يعني مزدادين في أوروبا من أصول إفريقية، ولكن إذا لاحظنا كاين هناك دول لا داعي لذكرها لمعظم لاعبي فرقها مشكلة من لاعبين ازدادوا في إفريقيا وهم قاطرين في الدول اللي أخذوا الجنسية. نقطة مهمة جدا. سيد محمد الجويلي، النسبة لك؟ أنا أخذ البقية من النسبة التي قدمها الأستاذ عزيز، 5% اللي هي قدرة المغرب على أنها تستخلص الدروس. هذا مهم جدا. خلينا من النجاح هذا متفقين فيه، ولكن الأهم من ذلك هو المتابعة والتقييم. 5% بس خلينا نركز على 5% اللي هي المتابعة والتقييم، اللي هي استخلاص المغرب والاتحادية ودولة المغرب بشكل عام كدولة أن تستخلص العبر والدروس من هذه الدورة، ما أن تقوي ما يمكن تقويته، نقاط الضعف ربما يتم تقويتها من جديد والتعامل. وقت البرنامج انتهى. شكرا لك سيد محمد الجويلي. اعتقادي للتعود على النقد والنقد الذاتي. سيد عزيز دودة الخبير الرياضي، شكرا لك، كنت معنا من الرباط. أشكر أيضا سيد محمد الجويلي الأستاذ المختص في علم اجتماع كرة القدم في جامعة تونس. شكرا لكما وشكرا لكم.